السلام عليكم. النهارده هنعمل الحواوشي المصري، اكله محدش ما بيحبهاش تقريبا، بكل تكاتها واسرارها. خليكم معايا لاخر الفيديو هتستفادوا منه. انا نور خالد ودي قناتي، اتمنى تعجبكم الوصفه، وياريت ما تنسوش الاشتراك والكومنت واللايك على الفيديو لو عجبكم. يلا بينا نبتدي. هنحضر معانا الخضار اللي هنستخدمه للحواوشي، هيكون فلفل اخضر وممكن نحط فلفل احمر، وهنضيف طماطمايه. طبعا انا مستخدمه في الحواوشي النهارده نص كيلو لحمه. احنا بنفرم اللحمه فرم ناعم، والمفروض انها تكون فيها نسبه دهن كويسه، يعني كل ما يكون فيها دهن كويس كل ما الحواوشي هيطلع زي المحلات واحسن كمان. كفايه النظافه بتاعه البيت. فاحنا هنستخدم طماطمايه واحده واتنين فلفل اخضر، ولو عايزين فلفل احمر زي ما قلت لكم هنضيف. ومعانا بصلتين كبار، طبعا الحواوشي بيحب بصل كتير، وده من اسرار الحواوشي ان احنا نحط بصل كتير. وهنفرمه طبعا كل ده في الكبة، نحط كل ده في الكبة مع بعض، وهيتفرموا فرم ناعم. وبعد كده هنضيفه على اللحمة. دلوقتي احنا هنحط التوابل. احنا طبعا فرمنا الخضار، هنحط التوابل اللي هنستخدمها وانا كتبتها لكم علشان خاطر ما تنسوهاش، ولو عايزين تاخدوها سكرين شوت وتحفظوها عندكم. هنحط معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود ونص معلقه 7 بهارات ومعلقه حبه البركه وبابريكا. نستخدم منها معلقه معلقتين على حسب ما احنا عايزين. والسر التاني في الحواوشي هو ان احنا هنحط 3 معالق تقريبا دقيق. طبعا الدقيق ليه؟ علشان خاطر الحواوشي يبقى ماسك ويبقى قريب قوامه من ان احنا نعرف نمسكه او نكوره. يبقى هو كده تمام، لما يوصل معانا لكده هيكون تمام، علشان لما نبتدي نحطه في الأرغفة بتاعتنا يكون ماسك ما يقعش من الرغيف زي اللي بيعملوه في المحلات بالظبط. هو بيبقى كده طبعا. احنا هنضيف الخضار على اللحمة وهنبتدي بقى نعجن، وده السر التالت والتكاية اللي هتطلع الحواوشي معاكي ممتاز. هنحط الخضار، طبعا احنا حطينا التوابل واللحمة، هنعجن فيهم كويس جدا كأننا بنعمل عجينة. هنفضل نعجن فيها كويس ومش أقل من 10 دقايق، لحد ما هنلاحظ ان اللحمة بقت عاملة فيها زي خيوط كده. تمام قوي. حتى لو مسكتيها وكورتيها هتلاقيها معاكي بتتكور بتتشكل. احنا كده مظبوط. هنبتدي نجيب الرغيف بتاعنا وهنحط فيه نحشيه زي ما احنا عايزين الكمية. عايزين النص كيلو لحمة ممكن يعمل معانا 5 ترغيفة 6 ترغيفة 7 ترغيفة، على حسب انتي بتحبي الرغيف مليان لحمة او لا، ودي هترجع لرغبتك. بس هنعمل كل رغيفة معانا. والسر الرابع معانا علشان خاطر رغيف الحواوشي يطلع مقرمش وفي نفس الوقت مش ناشف، يبقى فيه قرمشة زي المحلات ما بيعملوا، ان احنا مش هنحط زيت. وطبعا ده معظم الناس بتعمل حواوشي كده، عشان كده بيشتكوا انه ليه بيطلع ناشف وما بيبقاش مقرمش زي ما بنجيبه من المحلات. علشان خاطر احنا بندهنه بزيت، ولا احنا هندهنه بسمنة. اي نوع سمنة عندك مفيش مشكلة، بالفرشة وهتدهنيه من فوق على الرغيف ومن تحت الرغيف. هندهنه كويس، وكل الأرغفة اللي عندنا هنعملها كده. وبعد كده هنحطها في صواني، الصينية أي نوع صينية، ومش لازم تدهن، كده كده الرغيف مدهون، وكده كده الرغيف بينزل اللحمة بتنزل من الدهون بتاعته. وهنحطه في الصواني وندخل الحواوشي الفرن. ده طبعا بعد ما طلعناه من الفرن كان لونه تحفة، طبعا اللون الذهبي الجميل ده، ومقرمش من بره وفي نفس الوقت طري. وانا بقطعه كان جميل وطعمه اجمل، وريحته ما اقولكمش، كان ريحته فظيعة. ان شاء الله هيعجبكم لو مشيتوا بالوصفة بالظبط زي ما قلت لكم عليها. اتمنى الفيديو يعجبكم، ومع الف